السلام عليكم. هشام من نعيم المغرب الى جحيم اوروبا. شنو القصه ديال هشام ولد خريبكا؟ هشام شاب من مدينه خريبكا. الوالد ديالو كان في الطليان في السبعينات. من بعد سنوات الاب جا وقرر انه يدي المراه ديالو معاه وبنته، ولكن هشام كان في هذا السن القانوني اللي هو 18 سنه، وقرر الاب ديالو انه يخليه في المغرب يكمل قرايته. هشام كمل القرايه ديالو فعلا وخذ الماستر في البرمجه، ولكن قال لك كان من ديما الحلم ديالو هو يمشي للطليان، خصوصا انه كيشوف الاصدقاء والجيران كامل كيجيو من تماك، وزيد عليها حتى الوالدين ديالو كانوا في الطليان. فهادشي علاش قال خصو يمشي. المهم الوالده ديالو كانت كتصيفط ليه الفلوس، ودار مشاريع منها بولفازول، ودار سيبير، ودار محل ديال اصلاح الهواتف. هشام كيقول باللي كان خدام خير في المغرب، وكان الدخل اليومي ديالو كيوصل حتى ل 1500 درهم، يعني 30,000 ريال في النهار. فشنو اللي خلاه هشام يسمح بهادشي كامل ويهاجر؟ كيقول باللي الشباب اللي كانوا كيجيو من اوروبا في ديك الوقت ما كيقولوش الحقيقه الكامله، كيقولوا غير داكشي الزوين وبان اوروبا جنه. فهادشي علاش صافي واحد النهار قرر انه يمشي ويسمح في كل شيء. واحد الصيف جات الاخت ديالو، وكان جات معها واحد الصديقه ديالها خدامه معاها. هشام تعرف عليها وبقات العلاقه ديالهم متواصله معها في فيسبوك، وكيمثل عليها انه راه باغي هاد الزواج. هي هذيك جات على اساس يتزوج واحد النهار، داروا العرس، قدت لي الورقات وداتو لنابولي. هو فاش وصل بعد مده قصيره قرر انه يمشي لتورينو فاش كاينه الام ديالو، وللاسف سمح في المراه ديالو وما عطيش الشباب. تعرف على شي شبكه اجراميه في المخدرات وصدموه على اساس يوصل شي مخدرات للنمسا. هي هذيك فاش دخل النمسا حصل عطاو 7 سنين ديال الحبس. هشام تبدلت حياته ورجع كيتعاطى المخدرات، وحياته ضاعت بكل معنى. وقال لك ان المخدرات هي السبب في هذا الشيء اللي كيعيشوا دابا. هشام دابا كيعيش حاليا في الزنقه تحت واحد القنطره في الطليان، وكيطلب من الام ديالو تسمح ليه على التكرفيص اللي كرفسها معاه. ونصيحه اخيره، سواء كنتي في المغرب ولا برا المغرب، وياك والمخدرات. ودابا نخليكم مع اخر الكلمات ديال هشام، والله يعفو عليه وعلى الجميع ان شاء الله. السلام عليكم. كيفاش؟ تعذبت عليكم بزاف. لذيذة.